تفتكر حد فقد بصره وهو طفل صغير يقدر ينجح في حياته الشخصية والمهنية ويفضل مأثر في الأجيال اللي جاية بعده؟ كفيف لكن بيركب عجل عادي، عنده بصيرة مش عند ناس كتير، خفة دمه غالبة طول الوقت، وده هنعرفه في حلقة النهاردة. إن صوت يفضل عايش في ودانك رغم إن صاحبه مات من سنين دي حاجة مش سهلة. النهاردة هنتكلم عن فنان من طراز نادر، واحد صوته من قلب الشارع المصري، من قلب الحارة، من بين الناس، واحد بنقول عليه وبكل فخر شيخ الملحنين، الشيخ سيد مكاوي. حضر مشروبك اللذيذ ويلا بينا. سيد مكاوي مش مجرد اسم، ده حالة إنسانية وفنية نادرة، مزاجنجي. لو دورت في الوجدان المصري هتلاقي صوته دايما موجود، يمكن عشان طالع من قلب الحارة المصرية، ويمكن لأنه عاش زي الناس البسيطة، ويمكن لأنه واحد منهم بجد. ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيه. اتولد سيد مكاوي 8 مايو 1927 بحي النصرية في السيدة زينب، الحي اللي اتعلم فيه يعني ايه تحب وتعافر وتغني الحياة حتى وهي مكشرة. وهو طفل فقد بصره بسبب خطأ طبي، لكن الدنيا بالنسبة له مضلمتش، شاف الدنيا بسمعه وببصيرته العالية وبإحساسه العالي اللي عمره ما خان. أسرته ودته الكتاب، حفظ القرآن وأذن للصلاة. بعد فترة من الزمن كان دايما بيروح للألحان بتاعت سيد درويش وعبد الوهاب، بدأ يلحن في منتصف الخمسينات خصوصا الأغاني الدينية، اشتغل مع الشيخ محمد الفيومي، وبعد كده عمل شيفت كارير وبقى ملحن شعبي بيلحن بصوت الناس في الشارع. البدايه القويه كانت مع الفنان محمد قنديل، اغنيه حدوته اللي كانت من كلمات صلاح جاهين، اللي بعد كده بقى رفيق عمره الفني والانساني، واللي هنعمل له حلقه مخصوص. حبيبي يا برو، قبل ما نكمل الحلقه محتاج تعمل سبسكرايب وتدوس لايك وتعمل شير. ما خطرتش على بالك يوم، لا نسمعها من الست احسن. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني. لحن للست واحدة من أشهر أغانيها يا مسهرني، وغنت من ألحانه وردة أوقات بتحلو معاك، غنت له شادية وصباح وشريفة فاضل وعبد المطلب ورشدي، كلهم لمسوا بإيديهم عبقرية سيد مكاوي. ما اكتفاش بكده، اشتغل أغاني وطنية وأغاني للأطفال وحتى الأغاني العاطفية، وهتلاقي سيد مكاوي حاطط بصمته حتى في المسلسلات زي أبو العلا البشري وليالي الحلمية. اتميز أسلوب سيد مكاوي بالبساطة والعمق، وكان دايما بيستغل التراث الشعبي المصري بطريقة مبتكرة. وبعدين تلاقي أسلوبه إيه كده، يعني ليه أسلوب بتاعه هو، يعني اول ما تسمع الاغنيه تعرف ان ده الشيخ سيد مكاوي. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه. واعماله ما كانتش مجرد الحان، كانت قصص. اول ما تسمع المسحراتي تحس انك في حاره قديمه في رمضان، لما تسمع الارض بتتكلم عربي تحس انك في مظاهره فنيه. ومين فينا ما حبش اوبريت الليله الكبيره؟ كان تحفه فنيه، ملحمه، ثوره في عالم مسرح العرايس. في الهوى اساسه وانت ما تدرسي ضرب زاولي عليه حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي. ذكائه الفني كان بيخليه يكلم كل الطبقات بلغه واحده، لغه المزيكا. حلوين من يومنا والله وقلوب، يعني بص سيد مكاوي ده ما تشبعش منه. كان بيحب المسرح لانه كان بيشوف فيه تواصل بينه وبين الناس، ولحن مسرحيات زي ياسين وبهية. كان متواضع، تلاقيه قاعد على القهوة بياكل فول بجلابيته وبيسأل الناس عن رأيهم في أغانيه، ما كانش بياخد رأي ناقد فني. سيد مكاوي كان بيعيش فنه مش بس بيشتغل. ولو اتكلمنا عن خفة دمه ففي موقف ما بينه وما بين الست في أغنية يا مسهرني، لما طلبت منه تعديل جملة لحنية. طلبت منه مرة وأجل الموضوع، وبعد كده طلبت منه وفضلت تلح لحد ما قال لها لما اشوف، وفي الوقت ده الست ردت عليه وقالت له يبقى كده عمرها ما هتتغير. المفاجأة بقى كمان ان الشيخ سيد مكاوي ساق عجلة وعربية في الحسين، يعني المشهد اللي شفناه في فيلم الكتكات لما محمود عبد العزيز كان راكب الفيسبا، ده الشيخ سيد عمله في الحقيقة بس من غير ما يخبط حد. الشيخ سيد مكاوي اتجوز وخلف، ومن ضمن بناته السفيرة إيناس مكاوي سفيرة مصر في دولة الفاتيكان، وأميرة سيد مكاوي اللي أنا شخصياً من الفانزات بتوعها. وبالمناسبة الشيخ سيد مكاوي ليه حوار مع مفيد فوزي على صفحة أميرة سيد مكاوي، بنصحكم تخشوا تشوفوه. الشيخ سيد مكاوي عاش بسيط ومات بسيط في 21/4/1997. الشيخ سيد مكاوي ما كانش مجرد فنان، كان عصفور حر بيغني للحب والحرية والحارة والبنت اللي بتغسل في البلكونة، وكان دايماً بيقول أنا صوت الناس. وعشان كده الشيخ سيد مكاوي صوت مصر.